انت في البيت وعايز تشتري حاجه من المكان ده ما عندوش دليفري، او عايز تجيب حاجه من عند حد صاحبك او قريبك او حد تعرفه. طب انت عندك حاجه عايز تبيعها، او عايز تشتري اي حاجه وليكن موبايل، لابتوب، ساعه، بس عايز توفر في ثمنها شويه، فتشتريها من حد اشتراها ومبقاش محتاجها، او يستخدمها استخدام خفيف، او ما استخدمهاش خالص وعايز يبيعها. النهارده هكلمكم عن 3 برامج لازم يكونوا على موبايلك، بيحلوا لك المشاكل دي وبيوفروا عليك وقت وفلوس. خليكم معانا، يلا بينا. البرنامج الاول معانا هو برنامج مرسول. برنامج مرسول من البرامج الجميله جدا اللي فكرته قايمه على ان انت لو عايز تشتري حاجه من مكان ما عندوش دليفري، او هتجيب حاجه من عند حد صاحبك او قريبك، هتفتح الابليكيشن وهتطلب منه هيجيبها لك لغايه عندك. ولو انت بتشتريها هو هيدفع هناك ويجي يحاسبك. عن تجربه شخصيه البرنامج جميل جدا، هيوفر عليك لو الدنيا زحمه، لو انت مش قادر تنزل، لو ما عندكش وقت، هو هيجيب لك الحاجه لغايه عندك. تعالوا نشوف برنامج مرسول. هتخش تعمل اكونت بالجيميل بتاعك، هتفتح البرنامج، هننزل تحت، هنختار اطلب اي حاجه. هيطلب مننا هنا ان احنا نكتب تفاصيل اللي احنا نطلبه، ان احنا محتاجين ايه وهيجيبه منين، هيدفع كام، لو في رقم تليفون اللي هو هيجيبه منه، او في رقم تليفون يتصل عليه، نكتب الكلام ده كله في التفاصيل هنا، وممكن هنا، ولو في صور ممكن نحط صور. وهنا هيستلم الحاجه منين، اختار مكان ونحدد هنا من الخريطه، او نعمل سيرش ونكتب المكان اللي احنا عايزين نسيرش عليه. وهنا الحاجة دي هتروح فين. لو احنا سايبين مكان هنا ممكن نختار منه، او نختار مكان تاني ونحدد المكان بتاعنا. احنا كده دخلنا خلاص البيانات. هنا هتختار هتدفع كاش ولا هتدفع بالفيزا، وبعد كده ننزل تحت وندوس ارسال طلب. كده هو بيحاول يدور على حد يقبل الطلب بتاعك. طبعا الطلب بتاعنا عشان احنا مش موضحين فيه اي تفاصيل فممكن محدش يقبله. هو اللي يقبله هيبعت لك عرض سعر، فانت يا تقبل العرض ده يا تقفل يا تكنسل. فأي حد تاني هيبعت لك عرض تاني، او هو نفسه ممكن يبعت لك عرض تاني، وهكذا لغايه لما تلاقي ان السعر مناسب ليك. نلغي بقى الطلب. كده لغينا الطلب. نرجع باك. البرنامج فيه عروض كتير، ممكن عروض اكل، في مطاعم هنا وفيها عروض حلوه ممكن تخش عليها وتطلب العرض، زي كوك دول مثلا، تختار الوجبه، اضافه، ارسال طلب، وكده يبقى انت طلبت الاوردر. وفي سوبر ماركت وفي محلات تجاريه، هنا فيها مثلا محلات لنض، محلات حاجات تصوير، مكتبات. لو دخلنا هنا هنلاقي الطلبات بتاعتنا كلها. واللي بعدها دي التنبيهات، اللي هتعمل مع اوردر هيبتدي يبعت لك رسائل هتبان في التنبيهات هنا، وهتجيلك طبعا في الاشعارات. برنامج جميل وهيوفر عليك كتير وبيبقى فيه عروض حلوة. هسيب لكم كوبون في التعليقات، بس هو كوبون مؤقت يعني هيخلص، هحاول كل فترة أجدده. هتضيف الكوبون ازاي؟ ممكن وانت بتطلب تضيفه، أو ممكن تخش على صفحتي، تخش على كوبونات، تعمل إضافة كوبون وتضيفه. البرنامج التاني معانا هو برنامج دوبيزل، اللي هو كان أوليكس قبل كده. البرنامج جميل جدا، تقدر تبيع عليه أي حاجة عندك، وتقدر تشتري من عليه أي حاجة أنت محتاج تشتريها. فعلا بيبقى فيه لقط على البرنامج عن تجارب شخصية، بتلاقي حاجات ممكن يكون اللي اشتراها ما استخدمهاش خالص، او استخدمها استخدام خفيف بس هو محتاج يبيعها، فتقدر تشتريها بسعر ارخص من سعر السوق وحاجة تعتبر جديدة. تعال نشوف برنامج دوبوزل. هتفتحه وتلوج عليه بالجيميل بتاعك. بيبيع كل حاجة، في عربيات، في عقارات، في موبايلات، في حتى وظائف، في أجهزة إلكترونية، في كل حاجة انت ممكن تحتاجها. تقدر تبيع عليه أي حاجة وتقدر تشتري من عليه أي حاجة. هتيجي هنا بتدور على إيه وتكتب الحاجة اللي انت عايزها، وليكن مثلا سامسونج. هيجيب لك موبايلات كتير. الموبايلات اللي عليها أصفر دي إعلانات. ننزل تحت، هنخش على الموبايل ده مثلا، أو حاطط صور وكاتب تفاصيل عن الموبايل. ننزل تحت كمان،
في الوصف بتاعه. الأفضل يعني يبقى الوصف أطول من كده شوية. محتاجين نبعت له رسالة، ندوس على محادثة ونبعت له، أو لو عايزين نكلمه على طول ندوس على مكالمة وناخد رقم ونكلمه. لو عايزين نحفظ الموبايل ده عشان نرجع له تاني من فوق ندوس على القلب، أو لو عايزين نشيره مع حد ندوس شير نرجع. لو بنعمل سيرش على حاجة ممكن من تحت نعمل سيف حفظ. هنا هيحفظ السيرش نفسه، فبعد كده لما تخش مش محتاج تكتب اللي انت هتكتبه تاني او تحدد اي اختيارات تاني، او لو انت عامل بقى فلاتر مش هتحتاج تعمل فلاتر تاني. كل اللي هتعمله ان انت هتخش على السيف ده على طول، هتلاقي السيرش بتاعك زي ما كان قبل كده، هتدوس عليه تشوف لو في حاجة جديدة ولا لا. فاحنا ده هنعمله سيف نرجع. هنخش هنا في خانة اسمها اعلاناتي، اهي الابحاث المحفوظة. ده اي سيرش انت عملته قبل كده وعملت له سيف، هتخش عليه هيجيب لك السيرش اللي انت كنت عامله. لو في اي جديد هتلاقيه طالع في الاول، ولو تلاحظ هتلاقي موبايلات ومصر، دي حاجات انا كنت مختارها في سيرش قبل كده. ولو رحت للمفضلة تلاقي الحاجات اللي انت عملت عليها سيف. يعني لو انت مثلا دخلت على موبايل معين او اي جهاز معين وعملت له سيف هتلاقيه موجود هنا. ازاي بقى نعمل اعلان؟ ندوس على بيع، نختار الحاجة اللي احنا هنعمل فيها اعلان، وليكن موبايلات. هنا هنختار الماركة هونر تأكيد. تالي هنعمل إضافة للصور، الأفضل نضيف كذا صورة وتكون صور جودتها حلوة عشان اللي يتفرج يفهم على طول. هنا هنكتب السعر، وهنا هنكتب قابل للنقاش ولا غير قابل للنقاش. لو انت بتبيع هتكتب معروض للبيع، لو انت عايز تعمل إعلان عشان حد يشوفه فيخش يقول لك أنا عندي الموبايل ده مثلا، يبقى تكتب مطلوب للشراء. طريقة الدفع، الضمان هل ليه ضمان ولا لأ، هل هو مستخدم ولا جديد، وتكتب الموقع بتاعك واسم الإعلان والوصف بتاع المنتج. والأفضل في وصف المنتج إن أنت تكون كاتب وصف كافي عشان تكون مبين كل حاجة. أنا ماليش شوية بيانات وهمية عشان نشوف التالي. هنا لو عايز تفعل خدمة توصيل دوبيزل، يعني لو حد يطلبها منك تبعتها له على طول، مش هنفعلها. بالتالي هنا هنكتب الاسم ورقم التليفون عشان اللي هيتواصل معاك يتواصل ازاي. وهنا لو انت مش عايز رقم تليفونك يبان تختار محادثة فقط، كده رقم تليفونك مش هيبان. انشر الآن، هينشر الإعلان كده خلاص. أي حد هيخش يسيرش هيطلع الإعلان بتاعك، لو الحاجة تناسبه هيكلمك. في خانة هنا اسمها محادثات، هتدوس عليها هتطلع لك أي محادثة ما بينك وبين أي حد، سواء انت كنت بتشتري أو بتبيع. ولو عايز تغير لغة البرنامج بنخش على الحساب لغة ونختار. ساعات بتخش على النت عشان تشتري حاجة فتلاقي عليها عرض وحاطين سعر، بس انت مش عارف هل السعر ده فعلا عرض ولا اللي حاطه كده وخلاص. برنامج بكام حل لنا المشكلة دي. احنا بنخش عليه ونكتب الحاجة اللي احنا عايزين نشتريها، بيجيب لنا أسعارها في الفترة اللي فاتت، فتقدر تقارن السعر ده بسعرها اللي موجود دلوقتي وتعرف هل ده فعلا هو عرض حقيقي ولا عرض وهمي. تعالوا نشوف برنامج بكام. هتسطبه على طول، مش محتاج أي أكونتات. ممكن دلوقتي نفتح موقع أمازون نجيب منه اللينك للحاجة اللي احنا بندور عليها ونحطها هنا في السيرش ونعمل سيرش. هو جاب لنا الحاجة اهيت وجاب لنا خريطة بسعرها، يعني هي كانت بادئة اهي ب24 وبعد كده زادت وبعد كده قلت شوية، نزل شوية كمان. جاب لنا منتجات مشابهة ليها، ولو هي نفسها موجودة على مواقع تانية زي نون أو جومي أو كده هيجيبها لنا برضه. وممكن تستخدمه على الموبايل وممكن تستخدمه على اللابتوب أو جهاز الكمبيوتر. وممكن من السيرش هنا تختار أو تسيرش على اللي أنت عايزه، هيجيب لك أي حاجة متعلقة بيه هو لقاها على مواقع الأونلاين. نرجع، ده غير إن هو على طول بيبقى فيه عروض على حاجات كتير منتجات مختلفة. وممكن نخش في القائمة ونخش على الحاجة اللي احنا مهتمين بيها ندور على العروض بتاعتها. كده يبقى خلصنا فيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم. متنسوش اللايك والسبسكرايب، اكتبوا لنا في التعليقات محتاجين نتكلم عن ايه تاني، واشوفكم في الفيديو اللي جاي. مع السلامة.